صباح النور يا اختي اللي داخل لنا هاد السرجم. صباح الخير عليكم، نتمنى ربي يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وانتم بصحه جيده وتبداو صباحكم بالتفاؤل وبالخير ان شاء الله. وما تنساوليش الاذكار الصباح ضروري كي تحلوا عينيكم ضروري تقولوها. ديك الساعه تيسر الامور كلها وتبداو نهاركم. اذكار الصباح واذكار المساء راه واحد الحاجه زوينه بزاف، وراه عرفتي راه فاش كداوموها كتحسوا بالخير ديالها وكتحسوا بالحمايه اللي كتحميكم من الشياطين، من شر الخلق كامل. نتمنى يا ربي يحميكم وييسر كل اموركم. انا كنبدا معكم من بعد ما خملت وجمعت الدار ديالي ونقيتها وطلقت طبعا سوره البقره. صافي هنا رجعت كنجمع الكوزينه، درت غديوتي على قد الحال. كان عندي واحد شويه ديال اللدن باقي درتو مع مطيشه، وفزكت هاد السريبيتات والفوطه اللي كنمسح فيها ديال الكوزينه وديك السريبتات اللي كنمسح بيهم فزكتهم. درت لهم ندير لهم شويه ديال المطايب لان دابا غندير غير غديوه خفيفه وغادي نمشي نسخر الخضره ان شاء الله من السويقه وقلت نتغدى وعاد نمشيو. المهم حيد ديك الشبيكات ديال الثلاجه غسلتهم عليا باش ما يبقاوش منين نجي نستف الخضره نلقى الثلاجه نقيه ان شاء الله يا ربي. وصافي درت غديوتي معكم، راني دايره كما قلت لكم لدن مطيشه وضروري مع واحد البرد اتى يا اختي ضروري راكم عارفيني انا واتي ما كنتفارقوش يا اختي. صافي غسلتهم على 100 شهر اتي، غسلت هاد الشبيكات حيدتهم عليا، فزكت ديك المنيدلات ديال الكوزينه درت لهم المطايب. فاش كديروا المطايب حتى راه كاع ديك اليدام كيحيد وخليتهم فازكين. ايوا على ما نمشي نتغدى ان شاء الله ونرجع نصبنهم ونمشي نسخر يا اختي من السويقه نجيبوا شويه د الخضره ان شاء الله يا ربي. وهانتوما معايا. وهنا يا اختي كبيت عليهم المطايب باش شويه يحيد منهم ليدام، وعلى ما نمشي نتغدى لقاهم ارتاحوا وطلقوا ديك ليدام ديالهم. خلاص يجيني التسبينه ديالهم ساهله. هنايا انا غادي نمشي نتسخر بالعشيه عاد نمشيو نتسخروا. يعني كنمشي دائما بالصباح، ولكن سبحان الله فاش مشيت بالعشيه يعني لقيت حسن السويقه بالعشيه احسن من الصباح، لان بالصباح كتكون الخضره طالعه بزاف وكيكون بنادم يلاه بادي صباحو يلاه مازال المهم قدامو النهار طويل. ولكن في العشيه الخضره كتكون رخيصه. راه شحال هادي كنا كنقولوا الخضره كتبقى ما كتبقاش في العشيه زوينه، كتبقى صافي كتكون الخضره طابت وهكا طايبه وما زويناش. ولكن لا، صراحه الله مشيت بالعشيه عجبتني السخره بالعشيه. غنبقى نفضل انني نمشي بالعشيه حسن. لقيت مطيشه رخيصه، الانسان صافي عيا خصو يمشي بحالو كيسلك باش ما كان. تعرفوا ان الفلفله راه واصله ل 300 مطيشه حتى هي. اما لاريكو راه داير 400 وزياده 460. والله الا فاش مشيت للسويقه بالعشيه لقيت الخضره نازله. انا نقول لكم الاثمنه ديالها باش شريتها وخضره طريه وزوينه. المهم من الاحسن الانسان يبقى يمشي بالعشيه، بالخصوص السويقه اللي كيكون ماشي مارشي ماشي حدا الدار. ديك هاد المحلات اللي حدا الدار ما كينقصوش يعني كيبقى. اما السويقات اللي كيكونوا حاطين مساكن كيسترزقوا الله في الشانطي ولا في شي بلاصه كيبقاو صافي كيعياو كيقولوا المهم غير نبيعوا باش ما كان كيسلكوا بالعشيه. صراحه شريت خضره زوينه والثمن مزيان، عجبني الحال. نبقى نمشي بالعشيه من الاحسن.
بعد ما مشيت سخرت وجيت الصخيره ديالي اللهم لك الحمد عليها. غادي نشارك معكم الصخيره بالاثمنه ديالها ان شاء الله. المهم هنايا الصخيره كما قلت لكم لقيتها زوينه وطريه ورخيصه. المهم هنا نبدا معكم بهاد الفليفله اللي هي حمراء. تعرفوا هاد الفلفله في رمضان كيفاش كتولي، وحتى دابا تبارك الله راه واصله للثمن اللي راه تبارك الله راه ب 300 بكثر، راه كتوصل عندنا 20 درهم في رمضان. نتمنوا هاد العام ما يكونش الغلا. والله العظيم الا خديتها ب4 دراهم، شوفوا لي هذه اللي كتكون ب 300 كي دايره 360، خديتها ب4 دراهم. قولها خديتها ب4 دراهم. كاين وحده عازلها هكا جديده كتباع ب 300 360، وهذه حتى هي طريه غزاله. نتوما كتشوفوا معايا صحيحه. انا اصلا غادي نفورها وغنطحنها، وشي وحدين غنقطعهم ونديرهم في شي طويصات هكا على حساب البيتزا اولا شي حاجه هكا الروز شي حاجه. ولكن زوينه والله الا خديتها ب4 دراهم. عرفتي راه تبارك الله الخضره في العشيه والله الا كتكون غزاله. خلاص هنايا الربيع حيدتو قطعت بعد هذيك التالي ديالو باش من بعد عاد نقيه. انا ما كنطحنوش ندير في الفريغو، ما كيعجبنيش، كيعجبني نقطع يعني كل ساعه بساعتها. الا بحال دابا هكا الكرافس اللي كنبغيهم يكونوا عندي في الفريغو. شوفوا معايا الفلفله الخضراء حتى هي خديتها ب4 دراهم. واحد السيد مسكين عازل غير هكا عنده هكا في الارض، وقال لي خذيها ب4 دراهم. والله الا غزاله طريه. صراحه كما قلت لكم كتكون رخيصه. الدنجال داير 160 حتى هو داير غلا شويه، كان غير 5 دراهم داير 160. ومطيشه حتى هي خديتها ب5 دراهم، وكاين اللي خديتها ب4 دراهم. خديت شويه طايبه هكا باش نطحنها، وخديت شويه عاديه. انا عندي الغرض انني نطحنها. اما ديال الشلاضه ولا ديال النهار ديال الطياب هذيك ما عندناش فيها مشكل، راها كاينه. غتشري شويه غيقدك شنو ما شريتي راكي غادي ديري به شليضه ولا شي حاجه. ولكن تبارك الله رمضان كتحتاج بزاف، كيخصك الكميه بزاف ديال المطيشه وتكون في الفريغو كتهناي. راني سلقتها وطحنتها ودرتها في الفريغو مازال ان شاء الله يا ربي. الا لقيتها هكا رخيصه نرجع ناخذ نزيد منها. هنا لقيت هاد التقيبه هادي انا كيبقى داخلني الشك، كنبقى نشفت ديك المشكل. وهنايا خديت بعدا البصله، خديتها حتى هي ب4 دراهم. حتى هي زوينه والله الا زوينه. انا نقول لكم راه في العشيه الخضره كترخص. عندك السوق ديال الحد وعندك السويقات العاديين. البطاطا حتى هي خديتها ب4 دراهم، حتى هي راها زوينه. سوق الحد بحال دابا اللي كيمشي بالصباح كتكون الخضره غاليه، ولكن بالعشيه صافي الناس مساكن كيعياو وكيبداو يطيحوا في الثمن. بخصوص هكا مطيشه كتبقى لهم كتضيع، فلفله كيبداو ينقصوا في الثمن. وصراحه راه اللي لقى الفلفله حمراء ولا الخضره رخاصين راه غير يشري يقطعهم ويديرهم في الفريغو. تحتاجوا ضروري في رمضان كيتحتاجوا. صافي هنا انا كنغسل الخضره قبل ما نديرها في الثلاجه، ضروري كنغسلها باش كنتهنى منها. ما كنخليهاش حتى نحتاج حاجه بحاجه عاد نغسلها، لا ضروري اي حاجه شريتها الا بطاطا اللي ما كنغسلهاش حيت كنديرها في الشبكه برا. اما مطيشه فلفله الحوايج اللي كيتنداروا في الثلاجه هكا خيار هذا كنغسل. ما كنغسلش غير القرعه مثلا، كانت القرعه ما كنغسلهاش، خيزو ما كنغسلوش، ولكن فلفله مطيشه ضروري تغسل. صافي هنا غسلت الفلفله والله الا فرحانه بها حيت لقيتها رخيصه. فرحانه بها لان كنحتاجها ضروري مطحونه. كديريها مع لاصوص كتجي زوينه، ديريها مع الحوت كتجي زوينه. مهم مع من ما درتيها كتجي زوينه وحسن من الفلفله الحمراء العاديه هكا. هذه مطحونه كتكون حسن. ايوا صافي هنا غنرجع نغسل المطيشه ديالي. غنعزل اللي هي صحيحه غادي نخليها في شبيكه بوحديتها، واللي هي غادي نطحنها على حساب الحريره او هكا شي حاجه بيتزا ولا شي حاجه نديرها بوحديتها. انا صراحه ما كتعجبنيش هكا مثلا نطيب ندير في الفريغو ونخباه في الفريغو، ما كيعجبنيش. شي بحال مطيشه فلفله هكا شي حاجه اللي هي هكا غير مطحونه غير مهم خفيفه، ماشي ماكله ماشي. ما كيعجبنيش نخزن في الثلاجه. سبحان الله واخا يعيق يقول لك راه ضروري كيتبدل الطعم ديالها. وهنا غادي نشارك معكم هاد المطيشه. شوفوا معايا هاد جوج عطات. كان واحد السيد وراهم دار فيديو عليه، يعني بين واحد هكا حنش كيمس ديك مطيشه داير سنانو تما، وقال لكم زعما عندكم حداو راسكم وهكا. كنت صادفتها واحد المره ورميتها، خفت رميتها. ودابا عاوتاني هكا شوفوا معايا جوج سنات يعني باينه عضه ديال الحنش. دابا انا سبحان الله مطيشه فاش كنجيبها ضروري وليت كنقلبها.
شحال هادي ما كنتش كنديها فيها، ملي كنلقى فيها هكا غير شي تقبه وحده ماشي مشكل، ولكن ملي كنلقى هكا جوج، شوفوا معايا شتي صراحه الله الا زعما هادشي الله يستر وصافي. الشي كيخوف، والواحد يبقى يفريفي يقلب الخضره هكا مزيان، بخصوص مطيشه الفلفله من الداخل، راه حتى الفلفله كيكون فيها الله يستر شي حاجه، شي بعض المرات كتكون شي دوده خايبه، شي رتيله، شي حاجه. مهم بقاو تقلبوها من الداخل وتنقيوها مزيان، وربي تعالى هو اللي يستر يا ربي، الله يسترنا ويستر جميع المسلمين. والله الا بقيت متخوفه ما كنتش غنرميها، ولكن قلت اختي اللهم ما طيشه ولا نخسروا الارواح ديالنا، صافي رميتها. بنادم اللي يبقى شاك في الحاجه اللهم نرميها ولا نخليها ناكلها نضيعوا في حياتنا. يعني نتوما شفتوا ديك المره راه اغلبيه شاف ديك الفيديو اللي فيه ديك الحنش هكا عاد ديك المطيشه، وديك السيد كيوصي قال لكم زعما الانسان يبقى يقلب مطيشه ويشوف مزيان، واغلبيه كاع الخضره. وربي يحفظنا ويسترنا من كل شر يا ربي. هنا صافي كنت غسلت مطيشه، عزلت لي غادي نسلق، مع اللي غادي نخليه غير هكا في الثلاجه عادي الطياب اليومي. وهنا صافي كنغسلت الفلفله، كنغسلها كنكون غسلت هنا الخضره كامله. انا كما قلت لكم كيعجبني نغسلها وندهنا منها ونديرها في الثلاجه، باش ملي كنبغي نقليها، راكم عارفين الفلفله الا بغيتي تقليها وغسلتيها ديك الساعه راه ما تفكيش مع الزيت والماء، كتكون هنا تقطرات. وصافي كنمسحها وكنديرها في شريود الخضره. وشكون اللي بحالي كتعجبها هذا المنظر هكا يا اختي فيه فلفله خضراء وفلفله حمراء ومطيش، عرفتي كتكوني غاسلاهم وكيقطروا هكا، عرفتي راه واحد المنظر غزال كيكون في الكوزينه صراحه الله. وكتشوفي ثلاجتك عامره فيها خضيره فيها كلشي، هذيك هي اللي كيقولوا عليها الراحه النفسيه. والله العظيم ملي كتشوفي ثلاجتك فيها الخضيره، فيها كاع الحوايج اللي نتيا محتاجاهم، راه والله العظيم الا كنسمحوا في ريوسنا ونسمحوا في صحتنا، وخاصنا نشوفوا ثلاجتنا عامره، نشوفوا المسائل اللي خاصنا كاينه، وعاد كنرتاحوا. الانسان الله يحسن العوان يعني كتحتاجي شي حاجه هكا على غفله، بخصوص ملي كيكون البعد راه ما يمكنلكيش تنوضي تخرجي تمشي مسافه باش تجيبي واحد شويه ديال الخضره. ايوا الحمد لله. المهم هنايا ما نقول لكمش كوزينه كي كتوليو راكم عارفين كاملين فاش كتجيبوا الخضره وتحطوا في الكوزينه نهار ديال الصخره، سواء د الخضره او الصخره العاديه، راه الكوزينه كتولي تبارك الله ما شاء الله. عرفتي كيولي عندنا الشغل مدوبل. عرفتي الكوزينه راه ولات عندك حلم. انا عندي هاد الزليج هكا بيض، عرفتي ولات حالتها ما نقول لكمش. صافي كبيت فيها ميها، سيقتها دغيا زربا خفن يعني باش ما يرجعليش داكشي للداخل، لان الجليج بيض راكم عارف. وحد هنا الفيديو ديالي غادي يكون سهل، نتمنى يا ربي يكون فيديو خفيف طريف عليكم. ولا وصلتي معايا اختي حد هنا ما تنسينيش بلايك، وما تنسينيش بمتابعه وبتعليق زوين بحالك. ولا يخطيكم. وشكرا لكم بزاف، شكرا لي يلاه نضاف عندي جديد. كنشكركم بزاف من قلب قلبي، وكنتمنى يدوم التواصل بيناتنا. شكرا، الى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله يا ربي خوتي نكون خفيفه على قلوبكم. وشكرا لكم بزاف، ومع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.